انا بقى اللي ضربت عصفورين بحجر. جوزي عايز كنافة بالمكسرات، ولادي عايزين كنافة بالقشطة الكدابة. انا اعمل ايه؟ عملت لهم الاتنين في صينية واحدة. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا يا بنات بقى نشوفوا العظمة، وتعالوا شوفوا الاختراع اللي انا عملته، حاجة كده فاخر من اخر. يلا بقى شمري ايديكي وسمي الله وصلي على رسولنا. انتوا شايفين كده معايا حلة يا بنات، هجيب كوبايتين سكر احطهم فيها بنفس معيار المج. ادي اول كوباية ودي تاني كوباية، وهجيب عليهم كوباية مية واحدة بس يا بنات، وربع معلقة ربع معلقة ملح ليمون. ما عندكيش ملح ليمون حط عصرة ليمونة، وعليها معلقة كبيرة عسل كلوكوز. هسيب بقى الخليط ده يغلي شوية، وبعد كده يا بنات احط لهم نطرة فانيليا، عليها معلقة سمنة بلدي كبيرة بعد 10 دقايق من الغليان. وبعد كده بقى جهز معايا واسيبه يبرد. تعالي بقى نعمله القشطة الكدابة. معايا كوباية حليب، عليها كوباية حليب، عليها 4 معالق كبار لبن بودرة، وعليها معلقتين سكر بس، معلقتين سكر بس يا بنات. ونقلبه الخليط ده كويس جدا، ونحطوله معلقة سمنة بلدي ونطرة فانيليا. حطينا معلقه السمنه البلدي وخلاص كده جهز معايا. هسيبه بقى يسخن عقبال ما احضرله ماده الربط بتاعتنا. ماده الربط دي ايه يا بنات؟ معلقتين نشا كبار عليهم معلقتين دقيق كبار. تمام كده تمام. هحط عليهم ربع كوبايه ميه، وهبدا اخلطه كويس جدا لحد ما يفك معايا ويبقى خليط سايل كده يا بنات، مفيش اي تكتلات فيه. جهز معايا عشان تضمني ان هو مفيش اي تكتلات فيه. ممكن تصفيه. خلاص كده الخليط بتاعي سخن وغلى، وهبدأ بقى كده بمضرب البيض، بالمضرب اليدوي ده يا بنات، وانزل بسرسوب صغير. اقلب 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 كده يا بنات لحد ما يربط معايا. الكمية كلها يا دوبك بالظبط على قد الكوبايتين دي يا بنات اللي انا حطاهم. حطيهم كلهم ما تقلقيش على ضمانتي. هسيبه بس يغلي كده شوية يا بنات، لان اللبن كان سخن وانا طفيت عليه عشان ابدا اربط الاول، بعد كده بقى عطيت له غلوه. بصوا كده بدا يفقفق معايا كده يا بنات، الخليط معايا جاهز وبقى زي الفل. تمام كده كده احنا ظبطنا نص الشغل. تعالوا بقى نحضروا الكنافه مع بعض. طبعا الكنافه دي لسه مطلعاها من الفريزر دلوقتي يا بنات. الكنافه دي انا جايباها من السوبر ماركت، واول مره اكتشف ان السوبر ماركت فيه كنافه بصراحه، فاول ما شفتها جبتها على طول. كده انا معايا بالظبط يا بنات كيلو كنافه. تمام. هبدا بقى اكسرها كده، واول ما بتطلع من الفريزر بتبقى سهله جدا معايا، بكل سهوله بتتفرفط معايا يا بنات. ما بسيبهاش تفك على فكره، اول ما بتطلع ببدا اكسر فيها على طول. خلاص كده بعد ما كسرت معاها مسكت كده 3 معالق سكر بودره. ده عملتهم في الكبه وبقوا معايا بالطريقه دي، مع 3 معالق كبار سكر بودرة. هبدأ بقى اخلطه كده في الكنافة كويس جدا. معايا بقى كوباية ونص زيت، كوباية ونص سمنة على زبدة على زيت، كوباية ونص سمنة على زبدة على زيت. ماشي يا بنات. هبدأ اخلط الخليط ده كويس جدا. دي المادة الدهنية بتاعت الكنافة يا جماعة، ودي مظبوطة جدا على الكيلو. ايوه كده. على العموم هو الكيلو ده هيتفضل منه يا بنات ماشي، بس انا هعمله على قد الصينيه ما تاخد وخلاص. على كده الباقي هحطه في الفريزر. معايا بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها ماشي، والصينيه ديت مقاس 30 يا بنات، صينيه كبيره. هحط كده معلقه سمنه بلدي في القعر، وبعد كده هحط عليها المكسرات بتاعتنا. المكسرات عباره عن سوداني ولوز وبندق. ممكن تعمليها بسوداني بس، ممكن تعمليها بلوز بس، اللي يريحك اعمليه. حطيت كده قسمت الصينيه نصين، حطيت نص فيه مكسرات والنص التاني لا. انتي عامله الحركه دي ليه كده يا مسك؟ عشان اعرف الجزء اللي فيه قشطه والجزء اللي فيه مكسرات. تمام. من القعر هبدأ كده بقى افرش جزء من الكنافة من فوق يا بنات، كده رشرشها لحد ما املأ كل الفراغات ديت. وبالراحة، وحاولي تحطي على المكسرات دي الكنافة بالراحة عشان تثبت معاكي، ما تروحش يمين ولا شمال. ماشي.
انا ببدأ كده اغطي لاي حتت باينة، انا بغطيها يا بنات بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. ايوه كده عسل. اضغطي بقى على قد ما تقدري عشان خاطر القعر بتاعك يكون يعني مستوي مستوي كده وحلو. كده قمر يا بنات. اهم حاجه بقى ان انت تعملي لها حروف، دي اهم حاجه، لان القشطه لو ما انت ما عملتلهاش حروف هتتحرق من الجوانب وهتسيح، مش هتبقى كويسه خالص، فلازم تعملي حروف لكل الصينيه. تمام تمام. معايا بقى شويه المكسرات دمت، هحط عليهم سوداني، احط عليهم جوز الهند، واحط عليهم كمان زبيب عشان الكميه تزيد معايا كده وتبقى كميه محترمه، لان جوزي بيحب الحاجات دي جدا. بألف هنا وشفا طبعا. خلاص كده يا بنات انا جهزت المكسرات بتاعتي، تعالوا بقى نبداوا نركبوا الصينيه مع بعض. هسمي الله كده. طبعا المكان المكسرات باينه، وانا برضو ايه سايبه كده حاجه كده تبين ان المكان ده بتاع المكسرات. تمام. ومكان القشطه باين طبعا الفاضي، فانا هحط المكان طبعا القشطه دي، وهبدا اسويها بالظبط النص، يعني نص مكسرات ونص قشطه. بصوا يا جماعه الصينيه دي حصريا عندي. بصوا اهيت، انا هبدا بقى كده اوزعها في كل حته. تمام. كده النص بتاع القشطه جهز معايا وبقى زي الفل، ما شاء الله القشطه زي الفل يا بنات، جربوها بالطريقه بتاعتي دي تحفه. واهم حاجه معلقه السمنه البلدي فيها بتخليها تروح في حته تانية خالص. كده بقى هبدا بقى افرش كده ايه المكسرات بتاعتي كده واوزعها في كل حته يا بنات. ايوه كده. كده حلو قوي. هبدا بقى اجيب الوش التاني بقى، وهبدا احطه بالراحه كده. وخدي بالك تركزي وتعرفي مكان القشطه فين، ان القشطه هتضغطي عليها بطريقه والمكسرات هتضغطي عليها بطريقه تانية خالص، وهوريكي ازاي في الفيديو. كده انا وزعت اهوت، وطبعا انا مركزه وعارفه مكان القشطه فين ومكان المكسرات فين. بص بوزع بس كده وبغطي كل حته، وبطبطب على المكسرات بالجامد، وبطبطب على القشطه بالراحه، لان انت لو ضغطتي عليها بالجامد القشطه هتلاقيها باظت منك من كل حته، فانا طبعا مش عايزه كده. فخدي بالك ركزي وخليكي مركزه ان انت عارفه مكان المكسرات والقشطه مع بعض فين. خلاص كده انا سويتها يا بنات، خلاص كده تمام. وبشوف اي حته باين فيها قشطه او باين فيها مكسرات بخبيها عشان هتتحرق معايا في الفرن. بصوا بالراحه خالص بالراحه، واهم حاجه الحروف معاكي، وشوفي اي حته مكشوفه حطي فيها كنافه. بصوا يا بنات بالظبط الصينيه دي خدت مني كيلو الا ربع، وفضل مني ربع حطيته في الفريزر، هحتاجه مره تانية باذن الله اعمل بيه وصفه تانية جديده. خلاص كده انا جهزتها، هحط عليها بقى 3 معالق كبار كده سمنه بلدي من فوق يا بنات كده عشان تديكي ريحه وطعم حلو، يعني القعر سمنه بلدي والوش سمنه بلدي، يعني معلقتين 3 كده عشان ما تبقاش كتير عليكي يعني الميزانيه. تمام. السمنه البلدي غاليه برضو. خلاص بقى جهزت معايا الصينيه، هبدا ادخلها الفرن. فرنها على كام يا مسك؟ الفرن بتاعها على 150 يا بنات، هتتحط تحت خالص في الارضيه، وبعد ما تفصل بقى من الجوانب كده وتحسي ان الجوانب بتاعتها احمرت، تروحي حطها تحت الشوايه تاخد اللون بتاعك الحلو ده وتطلعيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. هي خلاص جهزت معايا. تعالوا بقى بعد ما طلعناها تعالوا شوفوا العظمه يا بنات. بصوا بقى يا بنات ادي بقى اللون اللي انا بقول لكم اللون، شوفوا الحرف بتاعها واخد لون ازاي، ركزوا في الكاميرا هتلاقوا انا جايبه الحرف بتاعها واخد اللون الاحمر، تعرفوا ان هي احمرت من تحت. ركي ما تطلع من الفرن وهي سخنه والشربات بتاعها بارد، تروحي ساقياها على طول بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. بصوا ما شاء الله سخنه وبتشرب مني الشربات بسرعه ازاي يا بنات. خلاص كده هبدا اقلبها الوش التاني. بصوا بقى شوفوا العظمه يا بنات، شوفوا انا حطيت المكسرات عشان افصل ازاي، وهي فعلا عملت لي نص مكسرات ونص كريمه. هسقيها برضو نفس الكلام بالشربات. بعد ما اسقيها بقى هغطيها تاني بالصينيه، وهسيبها يا بنات نص ساعه ساعه الا ربع بالكتير، هتكوني مغطياها تعرق معاكي كده وتهدى والكريمه تمسك نفسها وتبداي تقطعيه. شوفوا انا غطيتها تاني اهو بعد ساعة الا ربع يا بنات، شوفوا بقى العظمة.
ناشفة من فوق وفي نفس الوقت واخدة شرباتها مظبوط. تحفة يا بنات. وطرية من جوه، اهم شيء ان هي طرية من جوه وناشفة، مقرمشة من فوق ومقرمشة من تحت، حاجة كده عظمة. والسكر يا دوبك مظبوط عليه. تعالوا بقى نقطعه مع بعض كده ونشوفوا القمر. يلا بقى يا ست الكل، لايك كومنت حلو بالله عليكي، دعوة حلوة من قلبك لما تعملي الصينية دي وتنجح معاكي، والله العظيم من احلى الصواني الكنافة اللي انا عملتها في حياتي. لان انا كده يعني رغبة ولادي وجوزي اتعملت في صينية واحدة وخلصت دماغي. بصوا بقى يا بنات، دي المكسرات، بصوا بقى العظمة، وديت الكريمة. بقى بصوا بقى العظمة يا بنات، بصوا طبقة الكريمة ولا سايحة ولا باظة ولا الكلام ده خالص، مظبوطة بالشعر. تعالوا بس نجيبوا كده الكاميرا كده من قريب عشان اوريكم بقى ايه الطبق. شوفوا انا قطعت اهوت، ولا في حاجة باظت ولا في حاجة سايحة، عشان سبتها تهدى ترتاح شوية، ساعة وربع، ساعة الا ربع، هدت معايا. تعالوا بقى شوفوا ايه رايكم، انا عايزاكم انتوا اللي تحكموا. لون من فوق واللون من تحت بصوا نفس اللون. اما المكسرات بقى ما اقولكمش، حاجه كده خطيره يا بنات، خطير. انا ملياها مكسرات لان جوزي بيحب المكسرات جدا يا بنات. بصوا. يلا بقى يا ست الكل، لو انت لسه شايفه قناتي جديده يا ريت لايك من ايديك الحلوه، تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس وتنوريني وتشرفيني وتبقى موجودة معايا في القناة بتاعتي وتشوفي الحاجات الحلوة اللي انا بعملها. يلا بقى اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.